بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي ورحمة الله وبركاته. أخواني الأعزاء، هذه مفقسة من كفر ثلاجة بنظام الدكت الداخلي اللي هو على الجنب، لأن نظام الدكت العراقي له عدة تطبيقات. من جانب الداخلي يكون من أحد أضلع المفقسة الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر أو ظهر المفقسة من الداخل. هاي أخواني، هاي المروحة 15 سنتيم بولفرين كافية على حجم المفقسة. وهذه الدكت، رأس الدكت يسحب من الدكت الطويل الذي يصل إلى أسفل المفقسة، ويتم تدويره بشكل مستمر على مدار الدقيقة وعلى مدار الساعة وعلى مدار اليوم. بارك الله فيكم. إخواني الأعزاء، بعض الإخوان يشتكي من عدم ارتفاع الرطوبة، وبعد ما استفسر أو يرسل لي مقطع أشوف عنده هروب من الزفير، هروب أكثر من دخول الشهيق. وهذه إخواني ما مبرمجة. قسم من الأنظمة تكون الفتحات 4 أو 5 أو 6 مفتوحة بشكل عشوائي بعيدة عن المنهج العلمي. هسه شوف هذا فتحة الشهيق في نظام الدكت أخواني مبرمجة. هذه قسم هي تدخل تستقبل الهواء النقي الذي يتم خلطه مع 9 أجزاء أو 10 من الهواء الذي يتم تدويره في الدكت الداخلي. يعني دكت الهواء الفاسد يتم تدوير الهواء الفاسد ويدمج معه ما يدخل من الهواء النقي من هذه الفتحة. طبعا هذه فتحة الشهيق مبرمجة مع فتحة الزفير. يعني إذا أنت تريد يدخل كمية كبيرة من الشهيق من فتحة الشهيق، يعني أقصد الهواء النقي، راح يدخل حسب ما أنت، حسب المنهج العلمي الذي يقول بأن الهواء الداخل يساوي الهواء الخارج، أو الهواء الخارج يساوي الهواء الداخل. أخواني الأعزاء، هسه أنا مخلي إيدي على فتحة الزفير، والهواء النقي لا يقبل الدخول. ليش؟ لأن ما إلى مجال للخروج، ما يدخل أبدا، وهذه مصداقية للمنهج العلمي. هسه أنا راح أرفع إيدي من فتحة الزفير. شوف الفرق أخواني. هسه هو اللهبة مال النار المسيرة من قبل الهواء، طبعا راح تنحرف. شوف، لاحظ أنا هسه رفعت إيدي عن فتحة الزفير. شوف رد الفعل مال الشهيق. راح أغلق الزفير، شوف ردة الفعل مال الشهيق. لاحظت؟ ها أخواني، هذا أكرر العملية حتى تستوعبها الناس. بعض الناس ما عنده ربط بين فتحة الزفير والشهيق. يعني إذا أنت تريد تقلل وعندك هروب زايد للرطوبة اللي تقول ما تصعد من خلال رسائل بعض الإخوان، أقول له قلل الزفير. مني يقلل الزفير وأقول له يعطيني النتائج ورا ربع ساعة يخابرني يقول الرطوبة صعدت عندي. فبشرط أن لا تغلق الزفير تماما، لا تغلق الزفير بشكل كامل، وإنما قلت له برمج الحالة حسب الحرارة اللي تنضبط عندك، أو الخليط اللي أقصد به الرطوبة والحرارة راح ينضبط عندك من خلال فتحة الزفير، أو الكمية اللي تسمح أنت بخروجها يعني بشكل كامل أو بشكل جزئي. بارك الله بكم. راح أكرر التجربة أخواني. هسه أنا مخلي إيدي على فتحة الزفير، راح أرفع إيدي وشوف ردة فعل الشهيق. لاحظت أخواني؟ هاي الفتحة ما تعادل 4 فتحات
مفتوحة بشكل عشوائي وغير منظم وغير مبرمج. هذه تشبه، أعطي مثلا، تشبه خزان الماء الموجود على السطوح المنزلية. يعني بالماطور، يعني قوة الماطور راح ينترس خلال 10 أو ربع ساعة أو ساعة، لكن بالضغط الإسالة الحكومي يمكن مر 3 أيام ما ينترس. بارك الله بكم، وأرجو أن استفاديتوا إخواني، وكل ما يكون عملكم بالمفاقس مقترن بالمنهج العلمي راح تكون إخواني نتائجكم طيبة، وأتمنى التوفيق للجميع. ولا تنسون إخواني ولا تنسون الاشتراك بالقناة للفائدة العامة. بارك الله بكم، وراح أكرر التجربة لآخر مرة. بارك الله بكم. راح أرفع إيدي من الزفير، لاحظ، وأنا أشكركم وتحياتي للجميع.